يعني. فطبعا ابتدى يظهر في الدور الثاني التريحات. بعد ما علق عليكم بدور ولا وهو تحت لسه؟ لا لسه تحت. هو تحت لسه. تحت. طبعا مسطح العماره دي اكبر من دي بكتير. مسطح دي صدركات. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نعم ممكن تندخلك. هو طبعا البرج ده لما اتبنى وهو ليه اصول، الاصول بتاعتها انه كان لازم يعمل خوازيق سندة هنا بين المبنى الجديد اللي هيتحفر والمبنى اللي حصل فيه ميل، عشان يمنع التربة اللي موجودة تحت الأساسات بتاع البيت ده من هروبها للمبنى الجديد. ده أول غلطة. تاني غلطة إن التحميل هنا عالي قوي وحمل العمارة دي على نفس التربة بتاع المبنى ده. المفروض كان يتعمل للمبنى ده خوازيق تحت 10 متر عشان يحمل على تربة بعيدة عن التربة بتاع العمارة دي، يبقى هو هنا لما يجي يدوس هنا فرق الوزن ما يأثرش على المبنى ده. بس في نقطة خالي جاي فهيتضايق من قصة التصوير ممكن. لا احنا مش هنطلع ناس. مفيش ناس طالعة ومفيش جزء السلم اشمعنى هنا العرض؟ لو حضرتك خدت بالك العمارة مثلثة، فالجزء اللي هناك قليل اللي هو عريض. اقل حجم. لا اقل حجم هنا العريض. هنا العريض. هنا اللي واخد طول العمارة كلها. تمام. فطبعا دي داست، فاللي حصل ان اضعف نقطة اللي هي السلم. لا 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 انت ما تحللهاش بقى كده، تسيبنا احنا. انت قول لنا اماكن الشروخ واحنا نقول سببها ايه. لكن دي ممكن يكون سببها وممكن يكون حديد. فدي بقى نروح نبص عليها. يلا بينا. اتصل بالمشاهد سريعا. هو انا هقول لحضرتك هنا في المخزن ده هنشوف كل حاجه. انا مش همشي. عملنا عواميد وحفر خالي الله يرحمه. حفر وعمل عواميد. تمام. وطلعها بحيث ان هي تمسك الجنب ده. بس طبعا ده ما كانش حل منطقي يعني ساعتها لما شفناه. مفيش حلول زراعه عمدان. ده الزراعه كان حقن تربه، كانت بتبقى المفروض يبقى. والدتي السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازيك يا حاج؟ اهلا. اعرفه. هو في سقف هنا ولا ده السقف بتاعنا؟ ده السقف الدور اللي فوق. انا قصدي في تشطيب هنا ولا ده دهانات بس؟ لا دي دهانات. دي دهانات. الحاجات المتقطعه يعني. لا دي دهانات. طيب هو برضو ليكم انتم مش لي انا. عايزين ناخد شرخ من دول ونشوفوا هل واصل للخرسانه ولا في التشطيب، بس حته كده ولا 5 سم لمصلحتكم انتم. يعني ممكن عاوز لو انتوا عايزين تطمئنوا عليه، لو انتوا تشطيب وكده خلاص خليه براحتكم. انا ما يعني انا مش بجبر حد على حاجه هو مش عايزها. ماشي. هو في شروخات هتبان مع حضرتك جوه. هنا جوه هنا لا في المبنى من ورا. هو في الاوضه اللي ورا دي. انا قصدي دخولها من جوه. وفي السلم بقى ده اللي هنشوفه. ما هو لسه النقل اغلبها في السلم فوق وبتاع. تمام هنشوفها. العماره الناحيه الثانيه اللي طلعت ما انا فهمت. عامله ارث على دي شويه. هو ليها اصول ما اتعملتش. يعني ليها اصول كانت تتعمل. فواصل وبعدين كان في زي كاميرا ضربه فحزنت عليها شويه. لا 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 القصه مش كده خالص. القصه ان هو كان لازم يبني على خليها الاثنين كده. لو دوست برجليه الشمال اكتر هخلي التراب اللي تحت رجليه اليمين يسحب هنا. فعشان هو ما الحمل بتاعه اعلى منكم ب3 4 ادوار والوزن اتقل على الاساس بتاعكم، كان المفروض ان هو ينقل الحمل ده مش على التراب بتاعكم انتوا او التربه، كان ينقله على عمق تحت 10 متر. نمره 2 وهو بيحفر مبدئيا كان لازم يعمل حاجه اسمها خوازيق بجانب المبنيين، واحد خرسانه واحد بنطونايت، عشان يقفل تماما التراب اللي هنا اثناء الحفر ما يتنقلش للحفر اللي جنبيكم، يبتدي يهرب التراب تحت ويبتدي يعمل شروخ. دول حاجتين.